امتى تعرف انك متعلق تعلق غير صحي في العلاقة اللي انت فيها؟ ساعات كتير كده بنعمل الحاجات دي بتوحي او بتبين ان احنا متعلقين تعلق غير صحي، واحنا مش عارفين او مش حاسين ان التعلق اللي احنا فيه ده خطر جدا 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 علينا. اول حاجة او اول علامة من العلامات دي هي انك عايز طول الوقت تتحكم في الشخص اللي قدامك، طول الوقت عايز تشوف موبايله، تشوفه بيكلم مين، ما بيكلمش مين، روح امتى، عايز تعرف صحابه كلهم. طول الوقت عندك مشكلة او عندك احساس بالخوف ان الشخص ده هيسيبك ويمشي، فعلشان ما يسيبنيش ويمشي لازم يفضل قدامي طول الوقت، لازم يفضل طول الوقت انا متحكم فيه. لو العلامة دي موجودة تعرف ان انت عندك خلل في الحتة دي. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا، انك بتشوف الحاجات دي مش مناسبة ليك في الطرف التاني، وبتحاول طول الوقت تداريها او ما تجيش جنبها، خوفا انك تيجي تواجه الشخص بالحاجات دي يقول لك لا احنا مش هينفع نكمل مع بعض. تالت حاجة وحاجة برضو مهمة جدا، لو بتحس طول الوقت بتوتر وقلق طول ما الشخص ده مش موجود معاك، يعني الشخص ده طول ما هو معاك فانت سعيد جدا ومبسوط جدا ومرتاح والدنيا تمام، اول ما الشخص ده يمشي من المكان اللي انت قاعد فيه او يبعد عنك شوية او يقعد فترة كبيرة ما يكلمكش، تحس بتوتر وقلق طول الوقت. لو انت حاسس ان وجود الشخص ده من عدمه هو اللي متحكم في مودك، تعرف برضو انك عندك مشكلة كبيرة جدا في موضوع انك متعلق تعلق غير صحي. رابع علامة من العلامات دي وبرضو من العلامات المهمة جدا، لو طول الوقت بتيجي على نفسك عشان العلاقة دي تكمل، بس انت الشخص اللي عايز يبني وانت الشخص اللي عايز يتغير وانت الشخص اللي عايز يتعامل ويسأل، لو انت بتيجي على نفسك طول الوقت وبترهق نفسك في سبيل ان العلاقة دي تكمل في نظير ان الطرف التاني مش بيقدم او الموضوع مش متبادل، تعرف ان انت عندك مشكلة وانك متعلق تعلق غير صحي. خامس حاجة ويمكن دي من اكبر العلامات ومن اهم العلامات اللي بتكون موجودة، لو انت العلاقة اللي انت فيها علاقة مؤذية وعلاقة تعباك بس مش قادر تخرج منها، وكل ما تقرر تخرج من العلاقة دي ترجع لها تاني علشان مش قادر تواجه الألم اللي بتشوفه في بعد الشخص ده عنك، ودي من اكبر العلامات اللي تعرف من خلالها انك بقيت مدمن الشخص ده ومتعلق بيه تعلق غير صحي، لدرجة ان انت عارف ان انت بتتأذي وعارف ان انت بتأذي نفسك وعارف ان العلاقة دي مش هتكمل مع الوقت وعارف ان هي بتأذيك، ومع ذلك مقرر تكمل، ولو قررت تخرج بترجع تاني خوفا من مواجهة الألم. فالخمس علامات دولت لو موجودين تعرف ان انت متعلق تعلق غير صحي، ولازم تراجع نفسك من جديد. ولو انت مش قادر تاخد القرار او مش قادر ترجع نفسك او ترجع لمنطقة التعلق الآمن، فانصحك بشكل كبير جدا انك تتابع مع حد متخصص يساعدك انك تطلع من التعلق او من نمط التعلق الغير صحي ده لنمط التعلق الآمن.